السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل بقى طبعا معانا اللفت الجميل بتاعنا دوت. احنا في الموسم بقى بتاعه دلوقتي في الشتاء بقى طبعا، وخير الشتاء كتير في الخضار وفي الحاجات الجميلة ديت. هنستغل بقى ايه، هنحتفظ بقى بالورق اللفت دوت الجميل الاخضر الجميل ده. هنحتفظ بيه في الفريزر، نخزنه يقعد معانا وقت طويل. وطبعا وكمان اللفت كمان هنعينه برضو ايه، يقعد مش للتخليل، الاكل السريع، هنخزنه يقعد مده طويله معانا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنقول بسم الله يا حبايبي، ونقص كده ايه، ناخد ورقه ورقه معانا كده. طبعا الورقه الصفراء او اللي فيها اي عيوب كده طبعا ما ناخدهاش معانا. ناخد كده الورق بتاعه كله الجميل بتاعنا الاخضر، طبعا كله فوايد، جميل جدا. هنخلصه ونرجع لكم. كده خلاص قطعناه كله مرصصينه كده، وخدنا بقى الرز بتاعه هنسيبها سليمه زي ما هي، مش هنخرطه برده. طبعا لما يكون إيه هناكل منه على طول لمده 3 4 ايام وناكل منه، لازم يتخرط. ده بقى هنسيبه ايه سليم كده، بس لازم طبعا ننضف ايه الحاجات دي منه، لازم نشيل دي الحاجات ديت. الحاجات دي لازم نشيلها طبعا، كل اللي هي الجذور دي، مطرح الشعيرات اللي هي فيها الجذور ديت. هنعمله بقى كله يا حبايبي ده ونرجع لكم. وتعالوا نشوف هنعمل في الورق ده ايه. بقى كده الروس معانا، روس اللفت، هنشيل بقى كده الايه الشعيرات كده اللي هي بتاعت اللي بتبقى في الارض ديت، هو مزروع، اللي هي كل الجذور، وهنحتفظ بيه سليم مش هنخرطه. كده معانا كده نضيف كده وجميل، مفيش اي طين ولا في اي عيوب ولا اي حاجه. هنخلصه كله بقى يا حبايبي ونشوف هنعمل ايه. ورق اللفت هنا كده نحطه بقى ايه، نحط عليه بقى الميه، ونجيب بقى خل، نحط شويه خل كده، ونسيبه 5 دقايق بس على ما ايه ينزل الطيبه بتاعته والرمل اللي فيه. كده استنينا عليه 5 دقايق بس كده على ما ايه يطلع الطينه بتاعته والرمله اللي فيه. حاضرين بقى مصفى كده ايه نغسلهم كويس. شوفوا الميه بقى شكلها، الميه بقى شكلها عامل ازاي. هنعمله بقى كم مره كده لحد ما يبقى ايه الميه تبقى نضيفه خالص. جاهزين بقى حله على النار، الميه لسه هتبدا تغلي كده، هنسقط بقى اللفت فيها، ومحضرين هنا ميه فيها تلج، وهنعصر كده ايه ليمونتين كده عشان ما يتاكسدش ويسود معانا، يفضل اخضر. وهنا التلج اهوت في الميه، ميه ساقعه متلجه وفيها تلج كده. ننزل بقى بايه، بسم الله، ورق اللفت كده معانا، يا دوبك نغطسه كده ونطلعه على طول، مش بيستحمل على طول. نحطه بقى في الميه ايه المتلجه ديت، وهكذا. بسم الله، ما نستناش عليه على طول يا حبايبي عشان ما بيستحملش، ولسه كمان هيتفرز في الفريزر. على طول نطلع ايه الورق على طول بتاع اللفت. بسم الله ما شاء الله، لونه اخضر زي ما هو ازاي.
هنخلصه بقى، هنخلصه كله ونرجع لكم. نطلعه بقى من الميه المتلجه ايه، نحطه في مصفى كده ايه، نصفي ميته كله. كده بقى خلاص ورق اللفت كده خلاص بتاعنا، سايبينه بقى يصفي ميته خالص. وهنعين الرز بقى بتاع اللفت سليمه كده، غسلناه طبعا كويس جدا، نضفناه وغسلناه كويس. هنعينه بقى، محضرين البرطمان بتاعنا نضيف طبعا، هنعينه سليم زي ما هو كده. هنعبيه كله في البرطمان، نحطه بقى في البرطمان كله. معانا هنا بنجرايه كده مقطعينها خليط كبير، نحطها كده في النص، وننزل بقى بقيه ايه كميه اللفت. كده عبينا اللفت كله. هنعمل بقى المحلول بتاع اللفت. طبعا ده بقى ان هو يقعد معانا فتره طويله، ده مش للاكل على طول، ده يقعد مده طويله، عشان كده سايبينه سليم. هنحط بقى ايه، دول 3 لتر ميه، هنحط على كل لتر 3 معالق كبار من دول. دي معلقه كبيره مش بتاعه الطعام، دي معلقه كبيره. 2 3. لازم طبعا الملح بتاعه يكون زياده شويه، عشان ده عشان ايه، يعيش ويقعد مده اطول. ومش هنحط عليه خل عشان ما يتهريش مننا، عشان يعيش مده اطول طبعا. كده خلاص هندوب بقى الملح. هنا حطينا 9 معالق خلاص من الملح ودوبناهم كويس. لازم نغطي بقى ايه اللفت كله بالمحلول اللي احنا عاملينه ده، كده يقعد مده طويله كده اللفت كده بالطريقه ديت. كده هنعمل بقى ايه عشان اللفت بتاعنا ما يبقاش عايم على ايه، على البرطمان بتاعنا ويبوظ. هنعمله بالطريقه دي كده، نحطه زي طبق او حاجه تكون تعمل له احكام كده وينزل في الميه. ونغطي بقى الايه البرطمان كويس، وبكده يبقى اجمل لفت كده من ايه نحتفظ بيه لمده طويله. وما نيجي نحتاج منه نطلع بقى ايه ونخرط على قد ما احنا ايه هناخد منه. يعني انا بقى الورق بتاع اللفت خلاص صفى الميه بتاعه. هنجيب بقى كيس التلاجة معانا، وناخد بقى كده منها بسم الله. يفضل اخضر وجميل، وما نيجي نعمله نحشيه يفضل كانه لسه فريش. نستخدمه في اي وقت احنا بنحبه، عايزين يقعد لمده طويله معانا عادي يا حبايبي، نحتفظ بيه. نحط على قد الكميه اللي احنا هنعملها. نفرغ بقى الهواء كده خالص. كده خلصناه يا حبايبي. نحطه بقى في الفريزر بتاعنا، نستخدمه اي وقت حبيتوا تقعدوه مده طويله عادي، هيفضل يطلع زي ما هو كانه فريش لسه، وبخضاره ولونه ما يسودش، جميل جدا. واللفت بتاعنا طبعا هيفضل برده مده طويله محتفظين بيه. يا رب يعجبكم يا حبايبي. اشتركوا بقى في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.